الخير او مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتتفرجوا بيه على الفيديو. ازيكم عاملين ايه؟ وبكده اقدر اقول لكم ان انا خلاص الحمد لله في مدينه العريش. طبعا انا قايله لكم من الفيديو اللي فات ان انا هنزل لكم فلوج طريق عامل ازاي من القاهره للعريش. هنزل لكم كمان كل خطوات السفر بالظبط لحظه بلحظه. طبعا انا معرفتش اصور فيديو يعني انا طالعه فيه لان كان صعب جدا جدا، لان الطريق صراحه صعب شويه ان انا اصور كل شويه، فحاولت افتح الكاميرا وهعمل لكم ريكورد في الفيديو. يلا بينا اوريكم حصل ايه في الطريق. هنا بدات احضر هدومي. اهم حاجات بقى السفر اللي احنا بنحط حاجات معينه بنستخدمها هناك في المصيف. طبعا عندنا غسول ومرطب للوش، عندنا صن بلوك ودينا عشان الميه، صابونه خاصه ليكي، جميع مرطبات البشره جدا عشان الحبوب اللي بتطلع في المصيف، معجون اسنان وفرشه. هنا كنا وصلنا الموقف خلاص بتاع العربيات وركبنا العربيه. طبعا خلاص احنا اتحركنا من الموقف تمام وظبطنا كل حاجه وداخلين على اسماعيليه الاول. وهنا كنا وصلنا اول لجنة تفتيش. تمام، اللجنة دي احنا بنتفتش فيها علشان نأمن برضو نفسنا وهم يطمنوا اكتر. بننزل من العربية بتتفتش بالكامل واحنا كمان بنتفتش، والشنط برضو بتدخل اجهزة زي ما قلت لكم كده، الشنطة داخلة الجهاز. هنا خلاص كنا فتشنا وكل حاجة تمام وداخلين عشان النفق اللي هو بيودي على العريش. كان في الاول معدية بس النفق ده بقى بيختصر الطريق اكتر واسرع. وهنا بعد اول ريست من العريش حبينا نفصل شويه. 2000 years later. والحمد لله وصلنا مدينة العريش أرض الفيروز. زي ما انتوا شايفين كده البحر في منتهى الجمال. ممكن يكون باين لكم عالي شوية، لكن هو بصراحة بيكون بس من أول الفجرية لحد النهار ما يطلع بيكون عالي. بعديها الدنيا بتبقى جميلة جدا والمية نظيفة جدا. يا رب يكون فيديو خفيف عليكم. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان لو انت أول مرة تتفرج عليا